السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي عليه حبيبتي. الا كنتي تشوفي فيا اول مرة ما تنساش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وديري لي جيم. هذا مكان. اليوم جبت لكم وصفة نتاع الطورلون. بنتو بنة ما عليكي الا جربيه وتبعي المقادير وينجح لك باذن الله. كل شيء بالكيلة شغل أي عبارة كي باغية ديري لا كنتي باغية شغل ديري هكا عبار تاع كاس واحد آخر الأمر يرجع لك. الفيديو فاتنا حنا نهضرو الأمر يرجع لك. صاي لك كنتي بتعبري شغل بغرفية ولا وغادي تعبري بها غير هي. أنا درت هذا الكاس اللي في 220 مليلتر عبرته بيض وسكر وحليب. البيض انايا جاني 4 حبات في الكاس اللي يرفد 220 مليلتر جاني 4 حبات. كيما هكا نديرو السكر والبيض والقرصة تاع الملح كيما هكا وما تخلطوش بزاف. كون تخلطوه وتخلوه يذوب ما يولي لكمش عجينة تاع طورنو تولي لكم عجينة تاع صابلي. صاي على هذاك ما تخلطوش بزاف خلوه حبيبات السكر تباينه. وتزيدوا الكاس نتاع الزيت كيما راكم تشوفوه بهذه الطريقة. تخلطوا حتى هذاك الزيت كامل يدخل مع البيض والسكر. كما قلت لكم ليكم الاختيار في الكيلة تبغوا ديروا غرفية عبروها زيت وعبروها بيض صديبو يجيك البيض كثر وصديبو يجيك قل. درت لهنايا مبشور الليمون درت مغرف كبيرة ودرت مغرف صغيرة نتاع لافاني. الطورنو يبغي المنكهات شغل ديري فيه العطور باش يجي بنين. لهنا عندي 2 مغارف كبار تاع المايزينا باش يعطونا طراوة المايزينا تاعنا عفوا للصابلي تاعنا وما يقعدش يابس. لهنايا حسبوا معايا الكيسان تاع الفرينة درت لكم عبر تاع الكيسان الكاس اللي يفد 220 مليلتر. درت لكم 2 أكياس نتاع خميرة الحلويات كما راكم تشوفوا وتبداو تلموا فيها بصباحتيكم بهذه الطريقة. لولا خلطوا شوية بالفويح من بعد تبداو تلموا بصباحتيكم حتى تتحصلوا على عجينة شبه الصابلي. صاي شغل طرية ومتماسكة ومتلصقش كيما هكا بهذه الطريقة. لهنايا درنا كاس الأول هذا الكاس الثاني والثالث والرابع. صاي أنا قح هذه الكمية جاتني 5 كيسان وشوية زعما 5 كيسان وربع. نعاود لكم الكاس اللي يرفد 220 مليلتر شحال جاتني 5 كيسان وربع تاع الفرينة. ويمكن انتيا يجيك كتر ويمكن يجيك قل كيما هكا تلموا غير بصباحتيكم حتى تتحصلوا على عجينة كيما قلت لكم ملمومة وما تتلصقش. بعد ما لميتها بالفرينة شوفوا كيفاش تجي طرية كيما قلت لكم ما تجيش تتلصق. والطوابع تبغوا ديروا كاع الطوابع اللي عندكم ديروهم
الطورنو ما يجيش عنده طابع محدد، شو أغلبية يديروا كامل طوابع وكاع الأشكال. فهمتوني؟ وانتم لكم الاختيار في هذا. انا غادي ندير غير 3 تاع الاشكال، كما قلت لكم نتوما لكم الاختيار. اول حاجه هذه دائما ديروها قضبوا ساشي ولا ساشي كيما هكا دوك البيضين، وديروا تقسموا العجينه تاعكم على قسمين. شوفوا كيفاش تجي. وهذوك الخضوريات تاع المبشور الليمون هاكا، ونحلوه بالحلال وما ترقوهش باسكو ما غاديش يجي طبقه لاصقه في طبقه. غلظوها باش مع تزيد تنتفخ لكم تجيكم شكل الشباب. ما ترقوهاش بزاف باسكو كون ترقوها ما يجيكمش كامل 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 الشباب. صحيح. باش تتاكدوا وشغل تعرفوا كيفاش ديروه، سيو الاولى، سيو الحبه ولا جوج حبات الاولى، وشوفوا القوام الا ودخلوهم يطيبوا. الا صدتوا القوام تاعهم عجبكم وهذاك هو شغل شغل حبة كبيرة وعجبتكم، كملوا بهذيك بهذاك السمك. وإلا صبتوا خصها زيدوا لها شغل الاولى نتوما سيو حبه ديروها الطيب، حلوها بالحلال وديروها الطيب وشوفوها. الا صدتوا الحبه تاعكم عجبتكم شغل منتفخه وشابه، كملوها بهذاك السمك. صدتوها خصها زيدوها شغل زيدوها في السمك تاعها، زيدوها غلظوها كيما هكا. انا قدرت الطابع درتو فيه شويه نتاع الفارينه باش ما يلصقليش في العجينه وتلصق ليه كيما هكا. وتشكلوا على شكل دوائر ولا اي طابع نتوما راكم باغينه. بعد ما شغل طبعتهم كاع، من الاحسن ديروا بابي كويسون. انا ما كانش عندي، درت شويه فارينه باش ما تلصقليش ولا كش حاجه، درت شويه فارينه. وكيما قلت لكم من الاحسن ديروا بابي كويسون. الا ما كش عندكم ديروا كيما انا، ما في حتى مشكل في حقيقه. طيب عادي ودخل نورمال كيما بالبابي كويسون كيما بلا بيه. كيما هكا انا درت صفار بيضه ودرت فيه شويه نتاع القهوه باش تقلع لنا منها، تعطينا لون، ومنها تقلع لنا بنة البيض. كيما هكا تدهنوا كامل الحبات نتاوعكم بنفس الطريقه بهذه الطريقه. وما تكثروش بزاف، ما تكثروش البيض فوق الحبه تقولوا زعما باش يحمر ولا بزاف، لا ما تكثروش. كما راكم تشوفوا انا وحده راني نمسحها على 3 حبات ولا زوج، فهمتوا؟ ما تكثروش. ولا هنا التزيين يبقى اختياري. انا درت هادو تاع المادلين، هذوك الالوان هذوك، ولا تقدروا حتى ديروا السكر. السكر تاني يجي شباب وعادي، السكر ثاني يجي مليح وشباب، لكم الاختيار. إلا هنايا بعد ما كملت كامل التزيين دخلهم يطيبوا في الكوشة شاعل من الفوق ومن التحت، ونقصولهم وطيبوهم غير في غردهم. صاي. الا كان عندكم شغل كوشه اللي تشعل من الفوق ومن التحت، انا عندي هذا يشعل غير من التحت وحده ومن الفوق وحده، ما يشعلوش كيف كيف. على هذاك نشعل غير من التحت تطيب، من بعد نطفي عليها ونشعل عليها من الفوق. لهنا شوفوا بعد ما طابت، شوف كيفاش يجي بنين بنين، مع فيه المايزينا يزيد يطرى الشيرات، يزيد يطرى ويجيكم كتر بنين وهشيش كتر. نتمنى انه الوصفه تاع اليوم تعجبكم. هذا طورنو جزائري تقليدي تاع بكري. ان شاء الله يعجبكم الوصفه تاع اليوم وتعجبكم. ما عليا الا نقولكم الى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده.